يا صباح الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير 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 من الفيديو اللي فات. اهلا بيكم في مطبخ ياسو، مطبخي المتواضع. يا رب النهارده الغدا يعجبكم. يلا بينا. عملنا النهارده فراخ صينيه بالبصل المكرمل، وعاملين جنبها رز بسمتي وتوميه. يلا بينا نخش على الطريقه. اول حاجه هنجيب طبق فيه ميه، نحط سكر وملح وليمون زي ما انتم شايفين كده، ونكون طبعا غاسلين الفراخ ومخلينها زي الفل. هننقعها حوالي ساعة، هنسيبها في محلول النقع دوت. وهنجيب صينية، نجيب 4 5 بصلات كده، نقطعهم شرايح. هي حلاوة الصينية دي، صينية الفراخ دي، البصل. قطع بصل كتير. هنحط على البصل ده ايه؟ توم بودر وبصل بودر، بهارات شوي اللي هي بتاعة الفراخ، وملح وفلفل وكمون، وربع كوباية زيت او معلقتين كبار زيت. ونمسك بقى البصلة والفلافلة الخضرا دي بالبهارات الحلوة اللي احنا حطيناها، وندعكهم حلو قوي قوي قوي، ونمرطهم كده فيها. هنا الفراخ بعد ما اتنقعت بقت زي الفل، شطفناها شطفة وشققناها يا جماعة عشان التتبيلة تخش في اللحم وايه، وتحته تاخد من التتبيلة وايه، وتبقى طعمها حلو. هنا بقى ايه، بندخل البصل والفلافلة بالبهارات تحت الجلد بقى، وفي التشققات اللي احنا عاملينها ديت، الحتت اللي احنا مشققينها ندخل فيها برضه زي ما انتوا شايفين كده، حضراتكم شايفين معايا. لو وصلتوا لحد هنا يا جماعه ما تنسوش اللايك والاشتراك من فضلكم. هنا شوفوا يا جماعه، بتبل وبحط تحت ايه الفراخ شويه من البصل والفلفل اللي انا متبلاه، عشان يبقى كله بقى ايه اخد من التتبيله كده زي ما انتوا شايفين. سبتها في التتبيله طبعا بتاع ساعتين كده، عشان ايه يبقى طعمها حلو. لو اتباتت كمان على بيات في التلاجة تبقى تحفه تحفه تحفه. حطينا كوبايه ميه عليها عشان نسيبها بقى تستوي. هنعمل مع بعض الرز البسمتي، ودي الطريقه التانية اللي انا كنت قايله لكم عليها. هنجيب شويه زيت، ونجيب بصلايه صغيره خالص نقطعها ناعم يا دوب تصفر. هنا الفراخ بقول لكم اهي، بوريها لكم بعد ما استوت. هنا هنحط على البصله ايه 3 معالق كبار بهارات الرز البسمتي. البهارات دي بنجيبها من العطار، بتبقى عباره عن ورق ورق لورا، وعود قرفه، وقرنفل، وليمون مجفف اللي هو اللومي، واللي هي البهارات بقى بتاعه الرز البسمتي. وبنحط معاها خلطه ماجي، بتديها طعم تحفه يا جماعه. ونقلب بقى ايه البهارات شويه في الزيت لما نشم كده ايه ريحتها. ايدي كفايه عشان البهارات ما تتحرقش. هنكون غاسلين الرز، والرز البسمتي لازم بيتنقع قبل الطبيخ بنص ساعه عشان هو بياخد وقت في السوا. هنقلب بقى الرز مع البهارات ديت عشان يبقى ايه طعمه حلو كده بالبهارات، ويبقى كله اخد من البهارات. هنقلبه حلو قوي. الطريقه دي جميله جدا، بتدي طعم حلو جدا للرز. هنا بعد ما الرز ايه شرب كده من التتبيله، وحطينا الملح، ظبطنا ملحنا بقى، هنظبط ملحنا. انا بوريكم الرز شايفين شارب من كل البهارات اللي احنا حطيناها. هننزل بقى بالميه. كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايه وربع ميه، هيطلع مفلفل وحلو. تمام. هنظبط ملحنا ونسيبه بقى ايه يستوي على النار. انا بقلبه بس عشان إيه ادوب الملح. اهو بقول لكم معلقتين ملح، ودوق الحدق بتاعك طبعا، دوق حدقك. لو عايز ملح، لو عايز بهارات زود.
قلب كويس ونسيبه بقى ايه يستوي على النار. انا كنت بحمر معاكم شويه بطاطس. البطاطس يا جماعه بقشره وبقطعه صوابع وبنقعه بايه بشويه خل وملح بس، مفيهوش اي افتكاسه. هنا رز الشارب وقمت حطها على الشياطه وحاطه فوق ايه نص كوبايه زبيب كده، تبع الكميه اللي انت عايزاها، بس هو بيديله طعم جميل وتسكيره حلوه. البطاطس شويتها في الفرن، لا صينيه الفراخ ما حطيتش انا فيها بطاطس ولا حاجه. وده الشكل النهائي. الرز هو كان استوى، كان خطير 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 بجد. والتومية احنا عملناها مع بعض قبل كده. البطاطس المحمرة بجد الاكل كان يعصكم بجد، تحفة تحفة تحفة. والفراخ كانت دايبة دوب بجد وجوسي ولذيذة. هدوق معاكم من الاكل عشان اوريكم قد ايه ان الفراخ بجد بجد تحفة. الطريقة دي جميلة جدا، وطريقة بقى غير الطريقة التقليدية بتاعتنا والشوربة والكلام ده. ناخد شوية بقى من الصوص اللي نازل من البصل والفراخ، نحطه كده على الرز وكله بقى بألف هنا. بوريكم منظر الأكل بجد تحفة. ودي التومية الخطيرة اللي أنا عاملاها، تومية بيتي واقتصادية من غير مايونيز ولا أي حاجة. هبقى أنزل لكم طريقتها إن شاء الله الفيديو تاني. البطاطس المقرمشة بقى بالمايونيز بالتومية. ده الشكل النهائي، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك. شكرا جدا، باي باي.